اهلا بيكم في محاضره جديده من محاضرات MK Front End Academy. كنا خدنا المره اللي فاتت الاري، وكان شغل كتير جدا عليها. النهارده ان شاء الله هناخد حاجه بسيطه كده علشان ما تزهقوش مننا في المحاضرات كلها تبقى تقيله مره واحده. يلا بينا نشوف معانا ايه النهارده. احنا كنا خدنا ان احنا ممكن نقدر نكتب ادي let النيم مثلا equal window dot prompt، وقال لك enter your name. وهنا ادينا المستخدم يعني ان هو يدخل اي حاجه هو عايزها باي صوره. طيب تعالى نعرض كده ادي log، ونعرض النيم ده. ادي مثلا محمد. نعمل اوكي، قال لك محمد ماشي ممتاز. تعالى نعمل ريفرش، وقلت له ام كابيتال محمد، قال لك الام كابيتال. طيب في حالات كتير، طيب لو افترضنا دلوقتي ان الحاجات دي كلها بتتسجل وتتخزن في بيانات في قاعدة البيانات عندك، لازم يبقى اسم المستخدم كمثال واليوزر نيم بتاعه بنفس التفاصيل بنفس الشكل. طيب عشان انا احاول ان انا اوقف حاجه زي كده، ممكن اعمل دوت تو لور كيس. يبقى انا مهما اكتب ام كابيتال ادي الاو، قال لك لا والله كلها ايه هتبقى لور كيس. نفس الكلام برضو، وادي تو ابر كيس، نكتب برضو كله سمول اهو، ولا كلها كابيتال. ماشي، يبقى كده خدنا تو لور كيس وخدنا تو ابر كيس. ماشي، وخدنا هناخد كمان بقى حاجه دلوقتي، حاجه اسمها تريم. ايه التريم دي؟ تعالى نشوف مع بعض. قال لك والله لو انا كتبت مسافه 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 بالوايت سبيس، وادي محمد، شايف هنا في مسافات. قال لك لا انا بقى مش عايزها تبقى في مسافات. قال لك ما فيش مشكله، قال لك ايه دوت تريم، يعني امسح لي اي مسافه العميل يكتبها. ادي مسافات كتيره، وادي محمد، ظهرت المسافه هنا. طيب لو جينا عملنا ريفرش، وادي محمد برضو، مسافات بعديها، وعملنا اوكي، برضو مفيش. يبقى تريم دي بتقطع من الاتنين، فاهم؟ ماشي، دي كده حاجه بسيطه جدا بدأنا نشتغل عليها. كده طبعا خلصنا المحاضره النهارده، كانت بسيطه. ان شاء الله نشوفكم محاضره جديده من محاضرات MK Front End Academy. ما تنساش تتابعنا عشان يوصلك كل جديد. كان معاك محمد صالح، تحياتي. برعاية MK for Web Solutions.